يتجه فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لتجديد عقد لاعبه المغربي آدم أزنو في الأيام القليلة القادمة، بعدما قدم نفسه بقوة في فئة أقل من 19 سنة ليتم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول الذي شارك معه في أول مباراة أمس السبت أمام بازل السويسري في مواجهة ودية. وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن الفريق البافاري يسعى لتجديد عقد أزنو لتحصينه من أطماع الأندية التي ستتحرك للتعاقد معه بعدما فرض نفسه بقوة داخل أسوار بايرن ميونخ. وسجل اللاعب البالغ الواعد صاحب 17 سنة حضوره في تشكيلة البافاري كبديل في الدقيقة 78، حيث قرر المدرب توماس توخيل إشراكه في مركز الظهير الأيمن في مواجهة بازل التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وأقدم توخيل على تصعيد أزنو للتدرب مع الفريق الأول بالنظر للإمكانيات البدنية والتقنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المغربي، علماً أنه اختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، حيث كان حاضراً في معسكر أشبال الأطلس من أجل الاستعداد لمونديال إندونيسيا 2022 قبل أن يستبعده المدرب سعيد شيبة من المشاركة في النهائيات. وينتهي العقد الذي يجمع أزنو مع بايرن ميونخ في صيف سنة 2021 بعدما تعاقد معه من الفئات العمرية لفريق برشلونة الإسباني الذي لعب معه في فئة أقل من 16 سنة.